السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه ماريز اورغانيكس. جيت نشارك معكم واحد لي زاستيوس اللي تنديرهم انا في المطبخ ديالي وتيعاونوني وتخليوني نربح الوقت وفي نفس الوقت صحيين 100% بالنسبه للناس اللي متبعين نظام صحي. الناس اللي ما تيدخلوش النكهات البيوت ديالهم، ما تيدخلوش كنور، ما تيدخلوش النكهات اللي قاتله، النكهات اللي مسمومه، يعني فيها سم بطيء للذات ديالنا اللي ما تنحسوش به حتى مع المده. فهاد فيديو فراه ليكم هاد الوصفات يمكن لكم ديروهم من العام للعام، يعني وتربحوا الوقت والجهد وتحتفظوا بهم فقط في البلاكار. ما تحتاجوا لا كونجيلاتور ولا ثلاجه، يعني حاجه طبيعيه 100%. والنكهات ديالهم راه تيحمقوا وتيوجدوا لكم يعني وجبات اللي ساهله، وما تيخليكمش توقفوا بزاف في الكوزينه. ومن هنا نيت غادي نشارك معكم واحد الوصفه اللي تجي غزاله وصحيه 100% بالنسبه للناس اللي متبعين نظام صحي في حالي، ولا حتى الناس اللي تياكلوا يعني اكل نباتي. فهاد الاكله نباتيه صحيه 100% مغذيه، وحتى وليداتكم اللي ما كانوش ياكلوا الشيفرول فبهذه الطريقه اكيد غيحماقوا عليه. خديت هنايا الشيفرول وحاولت نسلقوه نص سلقه اولا تفوروه نص فوره، ولا يمكن لكم تقطعوه يعني تغسلوه طبعا مزيان وتقطعوه وتديروه في طاوه للفرن وتلويوه بورق الزبده وتدخلوه الفران. يعني حتى هذه راه طريقه زوينه وغتحافظوا على الفائده ديالو اكثر. المهم من بعد ما سلقتوه اولا من بعد ما طيبتوه تديروا له الشرموله ديالو. فالشرموله انا غنحتاج هاد الجوج خلطات اللي هما اللي درت لكم عليهم هذا الفيديو. اول حاجه الربيع، يعني الربيع اغلبيه الناس يديروه في الكونجيلاتور فتتبدل لهم النكهه، تتبدل لهم النكهه ديالو وما تيبقاش يعني الربيع ربيع، يعني تيولي في شكل. المهم بهذه الطريقه هذه تنشد الربيع، تنقيه مزيان قزبر ومعدنوس، تنغسلوه طبعا وتنقيه مزيان وتنشفو ما تبقى فيه حتى قطره د الماء. ومن بعد تنطحنوا مع الزيت البلديه، تكون خير الله ديال الزيت البلديه زيت الزيتون. وهذا زيت الزيتون راه ما غاديش تضيع، راه فاش غنبغيو نطيبو غنستغناو على زيت الزيتون. والخلطه الثانيه هي الهريسه البلديه ديال ماريز اورغانيكس اللي غنيه جدا عن التعريف. الهريسه اللي تيحمقوا عليها الصغار والكبار، واللي خداها تيعاود ياخذ منها وبكميه كبيره. كيف ما تنقول دائما في فيديوهاتي انا تيهمني الناس كاملين يبداو ياكلوا صحي ويبداو ياكلوا الطبيعي ونحاربوا الحاجه الاصطناعيه والتقليد ديال الحوايج الطبيعيين. ف تنعطيكم الوصفه اللي انا يعني تنبيعها ولقات اقبال كبير اللهم بارك. يعني انا تنعطيكم الوصفه وفي نفس الوقت السيدات اللي ما قدروش يوجدوا هذه الوصفه فما عنديش مشكل نصيفطها لهم في كل مكان في المغرب او لا خارج المغرب. المكونات ديال هذه الهريسه غنقولها لكم بشكل مختصر، انا راه ديجا حطيت فيديوهات عليها ولكن غنعاود نقولها لكم. فعندي الفلفله الحاره البلديه، الفلفله الحلوه البلديه، وفيها الحامض البلدي بالقشور ديالو يعني مغسول نقي بالقشور ديالو البلدي، الثومه البلديه والزيت البلديه والملحه تكون نقيه. تنطحنوا كل العناصر مع بعضياتهم الا الملحه والزيت. هذاك الشيء كله تيكون طازج. تنطحنوه مزيان بالهاشواغ، ماشي بمولينيكس، بالهاشواغ يعني ماشي بالخلاط الكهربائي، بالهاشواغ ضروري الهاشواغ. صافي ملي تنطحنوا كلشي عاد تنزيدوا الملحه وتنذوقوا باش نعرفوا الدرجه ديال الملوحه اللي بغينا. والملحه من الافضل تكون الملحه الحيه او الملحه المهم اللي تتكون مزيانه نقيه اللي غتحافظ لكم على الهريسه ديالكم بلا مواد كيماويه بلا حتى شي حاجه. وتنزيدوا زيت الزيتون طبعا. ومن الفوق فاش نبغيو نسدوا القراعي بجوج بهم ديال الربيع ولا ديال الهريسه فضروري تنديروا واحد شويه زيت الزيتون من الفوق، عاد تنسدوا القرعه مزيان وتنحتفظوا بها غير في البلاكار.